يا الخوت وفين هي العائلة العروسة؟ فين هي العائلة العروسة؟ وفين هي والديها؟ وفين هي الأم ديالها؟ أيلي يا يما فين هما العائلة العروسة؟ فين هي جدتها؟ وفين هو جدها؟ وفين هما خوالاتها؟ وفين هي يماها؟ أيلي يا يما العريس والعروسة فين هما العائلة العروسة؟ العريس ها هو والأم العروسة فين هي؟ واش هدا عرس أولادنا عباد الله؟ واش هدا عرس؟ واش هدا فرح؟ أول مرة نشوف هكا مغاربة ما مولفينش يديروا هكا. مال هاد الكنس هذا ومنين يطلق علينا؟ أيلي يا يما دخلنا عليك بالله يا ودي العروسة ما جبرتي فوقاش تقي العرس. دخلنا عليك بالله والنبي رسول الله بلاتي نوقفوا هادي ما جبرتي فوقاش تقي العرس. الاب ديالك في الحبس، اخت ديالك في الاصلاحيه، الام ديالك ساخطه عليك، خوالاتك ما كايناش، خالك ما كايناش، جداتك وجدك اللي انا كنقصد العائله ديال الام فين هما ما كايناش. ايوا العم ديالك تا هو في الحبس. ايوا خوتي العزاز حنا كنعرفوا المغاربه ملي كيكونوا دايرين الموعد واحد الفرح كيوقع لهم ما كيوقع شي افات فيه الحزن كيأجلوا الفرح. الله يحفظ ويحفظ لكم جميع العائله ديالكم. ملي كيكون شي واحد ناوي يدير العرس في نهار فلان فلاني وقبل ديك العرس بواحد الاسبوع اولا 5 اولا 4 توفى شي واحد من الاسره ديالهم كيأجلوا ديك العرس. هذه الثقافه ديال المجتمع الاسلامي والمجتمع المغربي حفاظا على شرف الاسره ديالهم انهم كيخلطوش الحزن مع الفرح. يعني كنعتبروا حنا العرس ليله الفرح ديال البنت او ليله العمر، عندها ليله وحده في حياتها هي وانت لا حقا ليلتك كيبان لي انا دوزتيها. اذا شمن ليله باقي دوز ديك المذاق ديال الحلاوه ديال الفرح كنظن ما كتحسيش به نتيا. وتا ديك الضحكه الصفراء حس بها خارجه غير من الحنجره الفوق. ها خوتي العزاز خصكم تعرفوا واحد القضيه على ان هاد الخطه هذه جايه من راس السريعه. وبيا قلت لكم هذا الكلام على ان الموعد للعرس والوقيته والظرفيه اللي دار فيها العرس تحت الراس ديال السريعه مقصوده انها باش تقلي السم في الام، ومقصوده على انها باش ما يكون حاضر فيها لا ام لا اب لا اخت لا التريكه ديال العائله سعاد كامله حتى واحد ما يكون حاضر. اذا العروسه هي عائلتها فين هما ما كايناش. ولدرجه ان حتى العائله ديال العروس انا كيبان لي كايناش تما. واقيلا تما ما راضيينش لهادشي الله اعلم. انا ما بانوليش تمايا، بانوا لي شي عيالات الدقه المراكشيه كاينه، ولكن العائلات النساء الكبار الرجال ما كايناش. انا كيبان لي شي واحد ما راضي هذا العرس. هذا مجرد فيلم قصير اللي تسجيل بعض الفيديوهات باش يدخلوا اموال، ومن بعد غادي يديروا لنا شي سلسله جديده شي فيلم جديد على اساس هكا والريح راه وقع لنا مشكل ودابا ما تفهمناش. عاوتاني وسير عاوتاني واحد السلسله ديال الفيديوهات يديروا لنا بحال داك الطيب ما دار كيف دار مع مرت ولدو. حلفت ليه مره وما جبر باش يدير بوز جرى على مرت ولدو ودار عليها فيلم. عاوتاني ما يبغي يرجعها دار عليها فيلم وهي غادا هكاك. انا غادي نركب ولي في العود، انا غادي ندير انا شغل ديال الدراري الصغار داكشي كامل من اجل الادسنس. اش يا ودي انا عقار التالين غادي يبقاو يقودوك، التالين غادي يبقاو يقودوك. وحنا ديجا نبهناك وقلنا لك على ان الام ديالك دائما ما دارت يدها للصلح، وانتينا تغمستي في سخط الوالدين وعجبك الحال، تلددتي في سخط الوالدين وعجبك الحال. زعما راه واخدينك على الشرف بربي رانا كيبان لي واقيلا واخدينك غير على الطوموبيل والادسنس والمشاهده وفلوس اليوتيوب. دابا داك بركابي تيبان لي غادي يزيد يخدمو، غادي يدير رجل فوق رجل وبقى يتسنى فوقاش داخل عليه الفلوس.
جاك راجل كيف ما الاب ديالك مع الام ديالك، حتى هو عاوتاني كان كيجلس في الدائره بيكم يدير لكم ليكوش، والام مسكينه كتسهر ليالي في العراسات باش تجيب لكم فلوس ما تاكلوا. نهار اللي تقداو الكتفين ضربتوا لي هذاك الشيء كامل بمو مزود، ضربتوا اليد اللي تمدت لكم بالخير ودعمتكم ووكلتكم وشربتكم وقراتكم. راه كان ديجا قالتها الام ديالك، قالت لك كانت كتقريك بريفي وكانت كتقريك في السوايع وما خلات ما دارت معاك. في الاخر رجعتي لهاديك الشيء بسخط الوالدين تقلي فيها السم. انا حس بالاخت سعاد رغم الابتسامه ديالها ولا الضحك ديالها، ربي اللي عالم بها، لان الام كتبقى ام الخوت العزاز. الام ما يحس بها غير الام واللي مجرب الكبده كيف عامله، وغتبقى تابعه السريعه ماشي توصلك لشي حافه، غتبقى تابعه السريعه تديك لجهنم. ديال بصح جهنم ديال بصح ديك ليا، بقى تابعه السريعه. لان مساخيط الوالدين ما عمر الديب ديالهم كيمشي مع الدياب، ومساخيط الوالدين ما عمر الزريعه ديالهم كتنبت. عقلي على كلامي وتقول قالها عوض العسكري، انت درتي العرس وعقل الزريعه ديالك واش غتنبت ولا لا. حنا ما نطلبوا غير الخير، لكن زريعتك ما تنبتش لان ما فيهاش ما مسقياش بردات الام، مسقيه بسخط الام. ولا كانت مسخوطه الوالدين مسقيه بسخط الوالدين يا بربي عمر ديالك كيمشي مع الدياب. بقى ديما اللور ديما ندور نفس الصياده وننزل عليه براسها بالطلوع. تعرفك الديب المنحوس، الديب اللي ما عنده زهر ديما مصيد مع الصياده. ديما فيما كيبغي شي فريسه كيدوروا الصياده، كيكرهوه في الغابه، كيكرهوه فيها حتى كيولي يقلب على شي غابه اخرى يهز الراس. هادشي اللي وقع لك كتقلب يهز الراس وما عرف فين تحط الراس. باش نشوفوا حنا عرس ما عمرنا في حياتنا شفنا عرس لا ام لا الحزن ماشي الفرح. هذا الحزن ماشي الفرح، والله العظيم لا حزن اخوتي العزاز، حيت ما يمكنش هذا حزن، هذا ماشي فرح. كنعرف الفرح كنعرفو كيكون كلشي ضحك كلشي نشاط وبرضات الوالدين. حتى الاب اللي غادي يكون معاك فين هو راه في السجن. الا كنتي فري كتقدر العائله والام والاب ما ديروش في الظرفيه هادي. للاب ديالك في السجن، بنت اختك في الاصلاحيه، الام ساخطه عليك مخلطه عليك من هنا ومن هنا، ريحتك كل مرونه وصيبك هذيك. الله اكبر هادشي هذا ما سمعنا بهذا من قبل اخوتي العزاز، ما سمعنا بهذا من قبل. لكن خصكم تعرفوا على ان السيناريو السريع مازال ما تسالى ومازال كتخطط شنو دير. هي كتخفي الوجع د العروس والاخرى كتبغي تبين وجع العروس. هنا غادي يوقع لهم واحد النزاع من بعد، عقلوا على كلامي، لان العروس ما بغاش يبان، رغم انه بانت واحد اللقطه انا بغيت نحط الصوره ديالو، بانت واحد اللقطه صورته كامله، هادشي كامل غادي يوقع لهم نزاع من بعد. عقلوا على كلامي مزيان، لانه هو عنده هدف حيت ما بغاش يبان، عنده هدف معين حيت عارف راسو جاي غير عقد عمل. كيف ما جات السريعه عقد عمل مع بكريشه، حتى هو جاي يدير عقد عمل معها. او ربما غادي يدير شي قناه باش نزيد ناكد لكم الكلام اللي غادي نقول لكم. عقد عمل، خدمه، تجاره، بيع والشراء في المشاكل والروينه وزواج طلاق. السلام عليكم اخوتي العزاز، نتلاقاو في ساعه خير ان شاء الله. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، يفضل منكم وليس امرا. السلام عليكم.